انا هطلع جدع معاك واقول لك ليه كلاينت هيقبلك. انا عارف ان كل الافكار اللي بتدور في دماغك دلوقتي، انا ما قدمتش الشغل قبل كده، انا ما اعرفش، انا ناجح، انا فاشل، انا عندي سكيل، انا ما عنديش سكيل. كل الاسئله دي بتدور في دماغك، انا عارف ده، بس تعالى انا اجاوب لك عليها. انت ناجح، انت شاطر، انت بتعرف تشتغل كويس جدا، صدقني انت فيك كل الحاجات دي، انت بس اللي ما جربتش. صدقني التجربه هي ام الاختراع. انت لما بتجرب الحاجه بتعرف انت بتعرف تعملها ولا لا. بس انت قررت ان انا مش هجرب اصلا عشان انا خايف، او عشان انا شايف ان انا مش ناجح. ده الفشل. تعال اقول لك على سبب تاني ان الكلاينت هيقبلك. مش تقليل من قدراتك خالص، انا لسه قايل لك ان انت فعلا قدراتك عاليه جدا، بس انت لسه بادئ. انت ما تقدرش تروح تقول للكلاينت انا هاخد منك اعلى سعر في الشغلانه دي. الكلاينت بيبقى عايز يدفع ثمن قليل. ممكن كلاينت لسه بادئ، كلاينت عنده شركه صغيره، هو معهوش البادجت ان هو يحط سعر عالي جدا، فمش قادر ان هو يجيب الناس بروفيشنال فعلا اللي بتشتغل في شركات كبيره، فهو بيضطر ان هو ينزل بالبادجت. كل ما تنزل بالبادجت كل ما هتنزل في الليفل. يعني مثلا في بيجنر، انترميديت، ادفانسد، فانت بالنسبه له بيجنر هتقبض فلوس اقل.